جزاكم الله خير. الرزق، أحد يشك أن الله عادل؟ أحد يشك في عدل الله؟ الله سبحانه عادل. الله سبحانه وتعالى وزع لنا كلنا الأرزاق بالتساوي، بس وشلون؟ بعطيكم مثال. الصفحة دي تشوفونها يا أخوان، تشوفون تقسيمة هذه؟ الله عطانا كلنا رزق واحد لكن مقسم. واحد هذا كله مال، وهذا صحة، وهذا صحة، وهذا رضا والدين، وهذا صلة رحم، وهذه قناعة، وهذه بركة، وهذا تقسيمة. الثاني عكس، هنا الصحة، هنا المال. المهم كل واحد منا عطاه ربي سبحانه وتعالى نفس الرزق، كلنا عطانا نفس الكرت بس منوعين. بعض الناس ما يرى الرزق إلا فلوس، فيكون أصلا الله ما عطاه فلوس إلا هنا، ما عطاه الله إلا هنا، هذه رزقته من الفلوس هذه. لكن الله معطيك كرت رزق كامل، تقول له يا أخي الله معطيك صحة، تقول يا أخي كل الناس عندها صحة. تقول له يا أخي الله معطيك رضا والدين، ليش الوالدين؟ لا كم شال من رزقته الآن؟ هو كم شال من رزقته؟ هو نفسه بدل ما هي رزقه كاملة شال 3/4. تقول له يا أخي الله عطاك مثلا محبة من الناس، يا أخي وش محبته؟ شال. شوف، فتقول لك كذا، يبدأ يضيق هو على نفسه، يضيق على نفسه حتى تصير رزقته بدل ما هي بالوسيعة، لأنه ما يشوف الرزق إلا مال، بدل ما هي بصفحة كاملة خلى رزقته ذا القطيعة الصغيرة. مو بهذا الواقع يا جماعة؟ ليش؟ لأنك دائما تناظر في أرزاق الآخرين. يا أخي ناظر رزقتك وش الله عطاك. طيب سؤال، من هو أحسن واحد اللي عطاه الله نصف رزقته؟ وش هي أحسن واحد؟ الصحة. الخال هنا يقول اللي عطاه الله الصحة هو أحسن واحد. من هو أحسن واحد؟ اللي الله عطاه إيش؟ بر الوالدين. بالله يرزق بر والديك قلامين والسامعين أجمعين. اللي عطاه الله بر والديه يقول هذا هو أحسن رزقه. في واحد يقول لا، اللي عطاه الله الرضا. واحد يقول اللي عطاه الله البركة. احنا دائما إذا جينا نتكلم قاعدتنا وش هي؟ قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فاللي الله عطاه زوجة صالحة نص رزقته، صدقوني هذا نص رزقته روعة. كم واحد عندنا الله معطيه زوجة صالحة ولا شافها؟ كم واحد الله معطيه زوجة وشحليلها جودية ومع ذلك ما شافها؟ قافل النص رزقته، قافلها. وعليها يقاس كم واحدة الله معطيها زوج صالح ولا شافته. صح ولا لا يا جماعة؟ لازم ندور، لازم نبدأ نبحث في أنفسنا. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. الأميمة إذا شافت مرة ولدها صالحة تحمد الله إن الله رزق وليدها هالحرمة الصالحة، وتقوي صلاحها وتساعدها. الأخيه البارة لما تشوف إن الله رزق خيها بحرمة صالحة تساعدها وتوقف معها، وتدري إنهم مرزوقين برزقة أخوهم اللي الله عطاه زوجة صالحة. كلام صلى الله عليه وسلم ما هو بكلام. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. فمن أكرمها الله بزوجة صالحة أو صدقوني يتمتع نصف رزقته في خير. خير متاع الدنيا. فكر فيها الليلة وراجع نفسك. زوجة صالحة تحرمها من والديها، زوجة صالحة تقطعها من رحمها، زوجة صالحة تقصر عليها، زوجة صالحة زوجة صالحة زوجة صالحة، وما أكثرهن اللي أن ظلما وهن صالحات في بيوت. لكن أسأل الله أن يخلف عليهن ببركات من عنده.